بعدها بتفتيش واستعراض مختلف الوحدات البحرية التي التحقت بالقاعدة بهذه المناسبة، كما أشرف على تدشين غواصتين الونشريس والهجار اللتان دخلتا حيز الخدمة حديثا، والتقى بطاقمهما وهنأهم على هذه الإنجازات التي تحققت في ظرف وجيز. السيد الفريق حث القائمين على استغلال هذه الوسائل الكبرى على الحرص والحفاظ عليها وصيانتها الدورية وفقا للمعايير المحددة، بغية الحفاظ على جاهزيتها العملياتية في أعلى درجاتها. يبدو أن المناورات الأخيرة التي أجرتها البحرية الجزائرية في المرسى الكبير بوهران تحت إشراف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لم تمر مرور الكرام على الأوساط الإقليمية التي لم تنظر بعين الرضا والإطمئنان إلى التفوق الكبير الذي أصبحت تتمتع به الجزائر في مجال التحكم بآخر التكنولوجيات العسكرية في مجال القوات البحرية. المناورات الجزائرية كشفت لأول مرة عن قدرة البحرية على ضرب أهداف أرضية بعيدة المدى بصواريخ ذات دقة عالية انطلاقا من غواصات بحرية روسية متطورة. وكشفت الصحافة الإسبانية عن مراقبة أوروبا للقدرات العسكرية الجزائرية التي يبدو أنها أضحت لها من القوة ما يلفت انتباه جيران الجزائر في الضفة الأخرى، خاصة على مستوى القوات البحرية التي أصبحت بدون منازع سيدة غرب المتوسط. الموقع الإلكتروني للصحيفة الإسبانية ABC حذر من الترسانة العسكرية الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر هي اليوم الدولة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط بعد إسرائيل التي لها قدرات حقيقية على إطلاق صواريخ كروز انطلاقا من غواصات. وجاء في مقال ABC أن البحرية الجزائرية حققت قفزة نوعية من قدرات الردع، إذ أصبحت الدولة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب إسرائيل التي لها القدرة على إطلاق صواريخ من غواصات، وبشكل أكثر تحديدا انطلاقا من غواصتين جديدتين من فئة 636 وهي نسخة حديثة من غواصات كيلو الروسية. وتلاحظ الصحيفة الإسبانية أن المغرب المجاور الذي له خلافات تاريخية مع الجزائر ليست له غواصات ضمن أسطوله، رغم أنه عبر عن رغبته في الحصول عليها. وحتى فرنسا التي تعتبر أقوى قوة عسكرية في أوروبا لا تملك هذه التقنية في إطلاق صواريخ على أهداف أرضية بعيدة انطلاقا من الغواصات. يذكر أن إسبانيا عبرت قبل عدة أشهر عن ريبتها من تعاظم القوة البحرية الجزائرية، حيث قال الرقم الثاني في قيادة أركان القوات البحرية الإسبانية الأميرال مانويل غاراتث إن بلاده تعتبر نفسها معرضة للهجوم من الجزائر بنفس المستوى من جارتها البرتغال، وسط تساؤلات في الصحافة الإسبانية عن هذا التعاظم الكبير لسلاح الغواصات الجزائرية الذي تفوق على نظيره الإسباني، بدأ يفقد رقابته على مياه جنوب الجزيرة الإيبيرية لصالح البحرية الجزائرية. ونقلت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية إل كونديفينيسيال ديجيتال أن عدة تساؤلات طرحت خلال الاحتفالية البحرية الإسبانية بمدينة فيغو الأطلسية ودور الأخيرة في المنطقة، ومن بينها فقدان إسبانيا مؤخرا لرقابتها على مياه جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية لصالح قوات بحرية لدول مجاورة وخاصة البحرية الجزائرية وسلاح الغواصات الخاص التابع لها. ووفق ذات الصحيفة فإن الأسئلة أخرى طرحت خلال الحدث، ومن بينها أن إسبانيا لكونها تمتلك حاليا غواصتين 2 فقط في حال نشاط، وهو ما يجعلها في وضع متأخر مقارنة بالقوة المتعاظمة للجزائر في مجال الغواصات. لديه أولا ماضٍ في قطاع البحرية وفي الحرس الثوري من جهة ثانية لأكثر من 5 سنوات. ثانيا أنه رجل تكنولوجيا، رجل تقنية، وليس فقط رجلا عاديا، يعني ليس فقط ضابطا عاديا،
هو يعرف جيدا المستوى التكنولوجي الذي وصلت إليه بحريات بلاده، ويرغب الإيرانيون في مواصلة هذا التقدم مع الجزائريين ومع غيرهم من الأطراف، خصوصا المناصرة أو المحايدة أو المتوازنة في مواقفها تجاه إيران وتجاه قضايا، خصوصا في صراعها الدائم مع الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الأخرى، وتأتي نتيجة معرفة أن علي شيرزاد لديه معرفة كبيرة للغاية بغواصة الفاتح، فهو الذي كان ضمن هذا الطاقم، يعني ضمن طاقم الغواصات. وبالنسبة للفاتح فهي تاج البحرية الإيرانية الآن، فهي من غواصة الساحل أولا، وهي تعتبر من كلاس فاتح المعروفة. هناك أيضا غواصة أخرى من كلاس غدير، وهناك نانهانغ، بالنسبة لغواصة الساحل على وجه التحديد فهي موجهة لعمليات من خارج الخليج. بالنسبة لغدير، إذا غواصة الفاتح يرغب الإيراني في نقل بعض التكنولوجيا أو التعاون التكنولوجي والتقني بخصوص هذه الغواصة تحديدا، والفاتح يرغب فيها الجزائر أيضا في تعاون تكنولوجي على هذا الصعيد. لذلك فهذه الغواصة النصف الثقيلة يمكن أن تعمل على 250 متر تحت السطح كما في التجارب عموما، ول5 أسابيع، ودخلت الخدمة في 2019، وهي في حدود إنتاج 10 منها. هناك حوالي طولها كما هو معروف 48 متر، وتعمل على 11 عقدة 20 كيلومتر للساعة، ب6 توربيدات، ب8 ألغام بحرية، ب533 ملم في الضربات. إذن بالنسبة لفاتح، وبعد دخولها في 2019 إلى الخدمة، أصبح ممكنا جدا أن يكون التعاون على هذا الصعيد، ولذلك فيراقب الأمريكي والفرنسي أي تعاون تكنولوجي على صعيد الفاتح وعلى صعيد هذه الغواصة تحديدا، بين غواصة الجزائر التي لا تزال إلى الآن بروتوتيب عموما تسمى بومدين إجرائيا، ليس اسما نهائيا، وإنما تسمى الآن غواصة بومدين أو غواصة الجزائر. إلى الآن هناك خلاف ما بين الفرنسيين وما بين الأمريكيين، فبالنسبة للجزائريين يعتقدون أن الجزائر ستعمل على إطلاق اسم الجزائر كما أطلقت على صعيد الجميع، فدائما تطلق الجزائر على جميع مصنوعاتها الدفاعية. فيما الفرنسي يعتقد بأن هذه الغواصة ستكون بمثابة تكريم لبومدين، واحتمال أن يكون بومدين هو اسم الغواصة القادمة. يمكن لذلك فالأمور مختلف فيها ما بين التقدير الفرنسي وما بين التقدير الأمريكي، لكن على العموم أن سعي الجزائر إلى إنشاء غواصة أصبح واضحا، ثم أن الإيراني يرى إمكانية التعاون مع الجزائريين على صعيد سلاح الغواصات وتصنيعها، وهذه نقطة ثانية ومهمة للغاية. لكن في نقطة ثالثة أهم، هي بالنسبة لملحق عسكري للبحرية يشرف على مثل هذا التعاون والتشجيع على مثل هذا التعاون، وهذا يجعل الأمور مختلفة للغاية، لأن مجرد إعلان الملحق العسكري من جهة، وثانيا أن يكون من سلاح البحرية، فهذه إشارة إلى البحرية الجزائرية وما تعد به من تصنيع إلى الآن هو تحت المراقبة الشديدة من الغرب، خصوصا في أمر إنتاج غواصة. هذا مهم جدا. الجزائريون يسعون بخطوات ثابتة نحو إنتاج غواصتهم، هذا شيء مؤكد. وبالنسبة للإيراني فهو قابل لدعم مثل هذه الخطوة على الأقل حسب الإيراني، ومجرد القبول بهذا العقيد تحديدا والاتصالات التي جرت بهذا الخصوص
وبالنسبة لموقع هذا الشخص خصوصا في الحرس الثوري لمدة أكثر من 5 سنوات، ثم في سلاح الغواصات من جهة ثانية، ثم في أمر التصنيع على وجه التحديد بالنسبة للفاتح، فهو يرغب في الوصول، أو على الأقل بلده ترغب في الوصول إلى تفاهمات جزائرية إيرانية بخصوص هذه الغواصة. وهذا الذي يرعب، وأقول يرعب، إدارة بايدن، لأن تصنيع الغواصات الذي قد تدخله تركيا والجزائر وإيران يخلق مثل هذا الوضع صعوبة كبيرة في تفاهم الأبعاد. والآن عندما سنجد هذا الملحق العسكري فإن الكل يسعى إلى معرفة ما وراء التعيين أولا، واتصاله مباشرة بعلي خامنئي ثانيا، ورغبة الحرس الثوري ومباركته، والباسيج لديه تقرير في الموضوع، وأيضا بالنسبة لسلاح الغواصات ورغبة التطوير، خصوصا أن هناك آلية واحدة الآن على صعيد الإنتاج، والذي دخل الخدمة، هذه الغواصة دخلت الخدمة في حدود 2019، وهذا ما يعطي على العموم أفقا آخر لمثل هذا التعاون الذي يراه الأمريكي بأنه يهدد ما يسميه بالبروتوكولات الناجزة في وقت سابق. والآن الجزائري يغير من طبيعته التصنيعية على صعيد المدرعات، على صعيد ما يسمى بالغواصات، على صعيد أيضا التسليح على العموم في شرشل وغيره. إذن هناك قطع ينتجها الجيش الجزائري، وهناك أشياء، هناك برامج إلى الآن يتابعها الغرب ويعلم إلى أي تكنولوجيا يريد الوصول إليها الجزائري، خصوصا وأنه يعتمد على نفس قاعدة التكنولوجية لإيران وأيضا للجزائر. وهذه خلاصة مهمة للغاية في هذه النقطة تحديدا. وليس من السر أن نكشف 4 نقط أساسية. أولا، بالنسبة للفاتح هناك نسخة جديدة ستكون مركزة على صواريخ اعتراضية، وبالنسبة للجزائر فإن لديها هذا الهدف تحديدا. لذلك النقطة التي توحد سعي إيران والجزائر إلى مثل هذه النقطة تحديدا هي الصواريخ الاعتراضية. ومجرد تواجد أو تصنيع صواريخ اعتراضية بفتح هذا ما قد يسمى بالشكل الفاتح إلى رؤية جزائرية، تطويرها إلى الرؤية الجزائرية المركزة ليس على الألغام وإنما على الصواريخ الاعتراضية، فيما النسخة الأولى الإيرانية تعتمد على 8 ألغام وعلى التوربيدات وغير ذلك، وهذا لديه أمر تقني آخر. إذن هذه النقطة، التركيز في نسخة ثانية للفاتح وأيضا للجزائريين في بومدين على ما يسمى بغواصة بومدين أو غواصة الجزائر. هذه النقطة حول الصواريخ الاعتراضية في أي غواصة مشتركة أو فيها تكنولوجيا مشتركة أو فيها تبادل معلومات أو غير ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأهم هي بالنسبة لتصنيع الغواصة. فتصنيع الغواصات الإيرانية اليوم لا تجد مانعا في تبادلها مع الجزائريين. هذا كان واضح جدا بالنسبة للملحق العسكري، وهذا ما أوضحه بشكل كثيف عندما قال 3 مرات في الجلسة إننا مستعدون لأي تعاون يراه الجزائريون في صالح بلادهم، لأنه في صالح الأمة المسلمة على حد نفس التعبير الذي قاله الملحق العسكري في الاجتماع. إذن العملية تأتي من إيران كسعي منها أولا إلى تعاون وليس إلى بيع أو أن تصنع من أجل الجزائر، بل نقل التكنولوجيا إلى الجزائر. وهذه مهمة جدا لأن الجزائريين أصلا بدأوا في مشروعهم، وأي تعاون سيخدم بشكل كثيف الرغبة الجزائرية. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي إبعاد تكنولوجيات الأطراف الثالثة. فبالنسبة للسعي الإيراني هو محاولة الوصول مع الجزائر إلى تقنيات
أكثر تقدما داخل مساراتها المحلوية أو المحلية. ولذلك فهذه العملية عملية مدروسة ويراقبها الفرنسي عن كثب. المسألة الرابعة هي بالنسبة للغواصات الفرنسية. فبالنسبة للجزائر لماذا أخذت في مخططاتها أن تنتج غواصات جزائرية؟ لسبب بسيط، لأن الغواصات اليوم الفرنسية أخذت بعدا آخر موجه مباشرة إلى الجزائر، وهذا الذي جعل من الجزائر في ردها وأمام صعوبة الوصول إلى غواصات من نفس حاجات الجزائر، وربما تأخير في حالة طلب من الصين أو من روسيا، فإنها فضلت العمل على مجهود ذاتي وبتكنولوجيا يراها الجزائري صالحة له وصالحة لموقعه وحسب حاجياته، وهذا الذي يرغب فيه الإيراني. فالإيراني اليوم لديه غواصة الساحل، وأيضا بالنسبة للجزائريين فالكل يلعب على هذه النقطة تحديدا. بالنسبة لتشكيلة غدير كما قلنا وغيرها من التشكيلات خارج الفاتح فكلها موجهة أساسا إلى منطقة الخليج وإلى شروطها، شروط الإبحار في العمق، عدم وجود عمق كبير في أغلب مناطق الخليج إلى غير ذلك. فهذه التفاصيل كلها صنعت الغدير من أجل هذه الظروف، من أجل هذه الحاجيات. لكن بالنسبة للجزائر فلديها فرصة في أن تنتج أيضا ما يساوي الفعالية التي يرغب فيها الجزائري على صعيد بحريته. وبالنسبة للفاتح أو الفاتح بومدين بين قوسين إن صح التعبير، فإن مثل هذين المشروعين يقول الأمريكيون بأن إدماج المشروعين سيكون مؤثرا للغاية على صناعة الغواصات الفرنسية وعلى احتمال إبعاد الغواصات القادمة أيضا من ألمانيا، لأن الجزائريين يعتمدون على قاعدة الغواصات الألمانية أساسا. وبالنسبة للإيرانيين فهم يعملون أيضا على نفس الطواقم، ولذلك فإن التعاون على قاعدة الغواصة الألمانية سيكون مؤثرا جدا، خصوصا إن كان هناك تطوير من داخل التقنية الألمانية التي يضبطها الإيراني إلى حدود بعيدة، لكن ليس لديه ما ينفذ به. فلذلك فإن أي تعاون تكنولوجي سيعطي مذاقا آخر وسيعطي بعدا جديدا لما سيكون عليه سلاح الغواصات في المتوسط، وخصوصا أن الجزائر وصلت إلى حوالي 45% من البنية التحتية لغواصتها. هذا ما يؤكده الأمريكي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. يبدو أن المناورات الأخيرة التي أجرتها البحرية الجزائرية في المرسى الكبير بوهران تحت إشراف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لم تمر مرور الكرام على الأوساط الإقليمية التي لم تنظر بعين الرضا والإطمئنان إلى التفوق الكبير الذي أصبحت تتمتع به الجزائر في مجال التحكم بآخر التكنولوجيات العسكرية في مجال القوات البحرية. المناورات الجزائرية كشفت لأول مرة عن قدرة البحرية على ضرب أهداف أرضية بعيدة المدى بصواريخ ذات دقة عالية انطلاقا من غواصات بحرية روسية متطورة. وكشفت الصحافة الإسبانية عن مراقبة أوروبا للقدرات العسكرية الجزائرية التي يبدو أنها أضحت لها من القوة ما يلفت انتباه جيران الجزائر في الضفة الأخرى، خاصة على مستوى القوات البحرية التي أصبحت بدون منازع سيدة غرب المتوسط. الموقع الإلكتروني للصحيفة الإسبانية ABC حذر من الترسانة العسكرية الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر هي اليوم الدولة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط بعد إسرائيل التي لها قدرات حقيقية على إطلاق صواريخ كروز انطلاقا من غواصات. وجاء في مقال ABC أن البحرية الجزائرية حققت قفزة نوعية من قدرات الردع، إذ أصبحت الدولة الوحيدة في البحر الأبيض
المتوسط إلى جانب إسرائيل التي لها القدرة على إطلاق صواريخ من غواصات، وبشكل أكثر تحديدا انطلاقا من غواصتين جديدتين من فئة 636، وهي نسخة حديثة من غواصات كيلو الروسية. وتلاحظ الصحيفة الإسبانية أن المغرب المجاور الذي له خلافات تاريخية مع الجزائر ليست له غواصات ضمن أسطوله، رغم أنه عبر عن رغبته في الحصول عليها. وحتى فرنسا التي تعتبر أقوى قوة عسكرية في أوروبا لا تملك هذه التقنية في إطلاق صواريخ على أهداف أرضية بعيدة انطلاقا من الغواصات. يذكر أن إسبانيا عبرت قبل عدة أشهر عن ريبتها من تعاظم القوة البحرية الجزائرية، حيث قال الرقم الثاني في قيادة أركان القوات البحرية الإسبانية الأميرال مانويل غاراتث إن بلاده تعتبر نفسها معرضة للهجوم من الجزائر بنفس المستوى من جارتها البرتغال، وسط تساؤلات في الصحافة الإسبانية عن هذا التعاظم الكبير لسلاح الغواصات الجزائرية الذي تفوق على نظيره الإسباني. بدأ يفقد رقابته على مياه جنوب الجزيرة الإيبيرية لصالح البحرية الجزائرية. ونقلت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية إل كونديفينيسيال ديجيتال أن عدة تساؤلات طرحت خلال احتفالية البحرية الإسبانية بمدينة فيغو الأطلسية ودور الأخيرة في المنطقة، ومن بينها فقدان إسبانيا مؤخرا لرقابتها على مياه جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية لصالح قوات بحرية لدول مجاورة، وخاصة البحرية الجزائرية وسلاح الغواصات الخاص التابع لها. ووفق ذات الصحيفة فإن الأسئلة أخرى طرحت خلال الحدث، ومن بينها أن إسبانيا لكونها تمتلك حاليا غواصتين 2 فقط في حال نشاط، وهو ما يجعلها في وضع متأخر مقارنة بالقوة المتعاظمة للجزائر في مجال الغواصات.